كده خلاص. تعالوا بقى شوفوها كده، شوفوا لونها جميل ازاي. شايفه النقاء والصفاء بتاع الزبده، حاجه نظيفه وريحه جميله جدا. تعملي بيها الاكل وانت مطمنه، مفيش ايد لمستها. تعبئه آلي. انت متخيله ان ممكن تشوفي الزبده متعبيه في الشكل دوت؟ بصي سهله الفتح، شميت الريحه بتاعتها حقيقي جميله جدا. وفي الفاكيوم وفي السمنه دي البقري، شايفين الترميله بتاعتها تتكلم عن نفسها، تعبئه ولا اروع حقيقي. بما ان داخل علينا رمضان والعيد والكحك والبسكويت، حبيت النهارده اعرض عليكم منتج جديد نازل في الاسواق، بيورلاند الحلوب، من المنتجات الجديده اللي نازله. حقيقي ابهرني التغليف بتاعها. اول حاجه شفتها التغليف بتاع العبوات بتاعتهم، ابهرتني حقيقي. تعالوا كده نفتحها مع بعض ونستعرض كل المنتجات بأشكالها بأحجامها. اللي هتشوفيه معايا دلوقتي حاجات أول مرة تشوفيها، تعبئة ولا أروع حقيقي. انت متخيلة ان ممكن تشوفي زبدة متعبية في الشكل دوت؟ شايفين العبوات نظافة، حاجات متعبية آلي، مفيش ايد لمستها. دي البقري وعندنا الجاموسي. يعني بصوا كل حاجة موجودة وبكل الأحجام. العبوات دي عبوات تصدير زي ما انتوا شايفينها كده. عارفين الحاجة طبعا اللي بتتصدر لازم تكون أنظف حاجة ننزلها عشان نصدرها بره مصر. بصي سهلة الفتح وتغليف ولا اروع حقيقي. والريحه مش قادره اقولك بقى، شميت الريحه بتاعتها حقيقي جميله جدا. كل حاجه موجوده في المنتج، الجوده والريحه والطعم زي ما انتم شايفين كده. دي الزبده اللي تقدري تسيحيها زي ما انت شايفه كده، تقدري تاخديها بره مصر، تسافري بيها، تروحي بيها اماكن بعيده، لا تسيح منك ولا تفك ولا يجرى لها اي حاجه خالص. الحاجه جايالك بصوا جامده ازاي، مش فكت وساحت وجمدت تاني، لا طبعا واضح من الشكل ان الحاجه دي زي ما اتعبت آلي جايلك لغاية البيت بالنظافة ديت. وده البقري هفتحها برضو معاكم، هفتح لكم كل حاجة. وفي الفاكيوم وفي السمنة، يعني بصوا كل حاجة موجودة. حابة بس اوريها لكم كده. الحاجة حقيقي طعمها حلو، طبعا جربت طعمها. تمسكي كده الحاجة في ايدك تلاقي الزبدة كده يا جماعة بتسيح، مفيش جليطة، مفيش الحاجات اللي انت بتشوفيها في انواع الزبدة التانية. تعالي بقى اوريكي الشكل التاني. ده الفاكيوم برضو معمول منه الزبدة البقري والزبدة الجاموسي. بصي يعني حقيقي تغليف ولا اروع. اهم حاجة الواحد بيحبها بعد طبعا جودة المنتج تغليف الحاجة، ان الحاجة مفيش ايد لمستها، نظافة زي ما انتم شايفين كده، متغلفة كويس جدا. بصوا بقى كمان هفتحها لكم وشوفوا بقى جمال الزبدة من جوه. الزبدة يا جماعة مش بالكميات الكبيرة اللي احنا بنشتريها، الزبدة بالاختيار الصح. لازم تختاري نوع زبدة جيد عشان تطلعي أكلة حلوة ريحتها تملى عليك البيت. حقيقي تحفة. والتسييح كمان وانتي بتمسكي كده قطعة الزبدة هتلاقي ناعمة في ايدك، مش فيها جليطة ولا الزبدة كده فيها اي حاجة، لا. ودي البقري برضو حبيت افتحها لكم. وطبعا هنسيح مع بعض البقري والجاموسي. الريحة طبعا بتتكلم عن نفسها، لما تيجي تفتحي كده القالب شم الريحة، امسكي الملمس بتاعه تعرفي نوعية الزبدة. وطبعا بيورلاند الحلوب، ما نسيتش الناس اللي ما بتعرفش تسيح الزبدة او ما عندهاش وقت ان هي تسيح زبدة، عملت لها عبوات سمنة جاهزة. العبوة يا جماعة سمنة ترميلة ما حصلتش، هوريها لكم دلوقتي. تعالوا نفتح بقى كده عبوات السمنة الصافي، برضو عبوات السمنة الصافية فيها كل الاحجام، فيها برضو الحجم الكبير وفيها الحجم الصغير، فيها الزبدة البقري، فيها الزبدة الجاموسي، الاتنين متوفرين وبكل الاحجام. دي الاحجام الصغيرة ودي الاحجام الكبيرة. زبدة طبيعي، الريحة بتاعتها قلبت الدنيا حقيقي، الفيلا كلها اتقلبت ريحة الزبدة وانا بسيح. وده الحجم الكبير، كل الاحجام متوفرة. بصي شايفة العبوة مقفولة ازاي، انت اول ايد تفتحها بعد طبعا التعبئة الآلي والنظافة. الترميلة بتاعتها يا جماعة جميلة، بقري او جاموسي. دي البقري، شايفين الترميلة بتاعتها بتتكلم عن نفسها وريحتها جميلة جدا حقيقي. يا سلام بقى على صينية الرقاق ولا الفطير المشلتت. هعمل لكم فطير مشلتت، هعمل لكم رقاق بيها وهنجربها مع بعض وهقول لكم نتيجتها ايه. بس حقيقي مش مستنيين نعمل رقاق ولا اي حاجه خالص، النتيجه واضحه من الترميله من الريحه، مش محتاج ان انا اعمل بيها اكل، هي النتيجه بتتكلم عن نفسها وشكل المنتج نفسه. دي البقري. وتعالوا نفتح برضو الجاموسي اهي، دي الجاموسي. ما شاء الله المنتجات كلها جميله، سواء زبده او سمنه متسيحه زي ما انتم شايفينها كده، ريحتها جميله جدا حقيقي.
حقيقي، مش عايزه كده غير حبه ملوخيه وطشه الملوخيه، واستمتعي بقى باحلى زبده بلدي واحلى سمن بلدي. بصوا بقى هنا بعد ما الزبده ساحت شويه، لانها في الاول كانت لسه مجمده، لكن دلوقتي بصوا ساحت ونعمت ازاي. السمنه هي متسيحه وترملتها للبنات اللي لسه عرايس جداد وما بيعرفوش يسيحوا السمنه. تعالوا بقى بسرعه نروح ونسيح الزبده بتاعتنا الجميله دي. هاخد كده كميه من الزبده، على فكره الكيلو بيصفي 800 جرام، يعني كل كيلو من الزبده بعد التسييح بتصفي 800 جرام، مفيش هدر زي اي انواع تانية انتوا جربتوها. دي البقري ودي الجاموسي، حبيت اسيح كده جزء منها عشان اوريها لكم بعد التسييح. معلومه بقى كده للبنات المبتدئه، لما تيجي تسيحي الزبده سيحيها على نار هاديه عشان الزبده بتاعتك ما تتحرقش. شايفين لمعه ايدي عامله ازاي؟ شايفين؟ معنى كده ان الزبده بتاعتك زبده بيور طبيعي، ما فيهاش اي جليطه، ما فيهاش اي حاجه خالص. بتلاقيها عملت بقره كده بالشكل ده، اعرفي ان الزبده بتاعتك دي المراحل الحقيقيه لتسييح الزبده. بصوا بقى ابتدت خلاص الزبده تصفي وتبقى سمنه حقيقي، قلبت ريحه الفيلا، حرفيا ريحه الفيلا كلها اتقلبت من ريحه الزبده الجميله دي. بصوا الريحه بقى ما شاء الله على الريحه كده. خلاص وصلنا خلاص لمرحله التصافي، وخلاص صفت معانا. وبصوا مفيش لبن كتير وهدر كتير، لا. تعالوا بقى كده نشوفها بقى كده بعد ما تسيحت. والله يا جماعه كل اللي يدخل عليا يقول لي الريحه قلبة الدنيا، ايه ريحه الزبده اللي بتسيحيها دي كده؟ خلاص تعالوا بقى شوفوها كده، شوفوا لونها جميل ازاي. شايفه النقاء والصفاء بتاع الزبده، حاجه نظيفه وريحه جميله جدا، تعملي بيها الاكل وانت مطمنه، مفيش ايد لمستها. تعبئه آلي. ودي البقري زي ما انتم شايفينها كده. عبي بقى في البرطمانات بتاعتك واستعدي لشهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين، واعملي احلى اكل واحلى حلويات. دي بقى العشق بقى يا جماعه، المرته احلى حاجه حقيقي بحبها لما اسيح السمنه البلدي، بتبقى خطيره. تحطيها في المش، تعمليها في سندوتشات، تبقى جميله جدا. سبت الجزء ده من الزبده قبل ما اسيحها علشان دول هعمل لكم بيها فطير مشلتت باذن الله. استنوا فيديو الفطير هعمله لكم بطريقه جميله جدا، سهل جدا لاي بنت مبتدئه تقدر تعمله. هنا بصوا بعد ما ساحت شويه وفكت شويه من التسييح، لونها عامل ازاي والنعومه بتاعتها. عبيتها بقى في البرطمانات سواء البقري او الجاموسي، شايفين لونها جميل جدا. وبكده اكون عرضت لكم كل المنتجات اللي نازله من بيورلاند الحلوب، المنتج الخطير ده، التغليف الامن اللي متعبي آلي، نظافه وضمان جوده، جميل جدا. لو عايزين تطلبوا اوردرات للمنتجات الجميله ديت، الزبده الخطيره الطبيعي البلدي، هحط لكم رقم الواتس في التعليقات، هثبته لكم سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب او على التيك توك او على الانستا. هثبت لكم رقم الواتس وممكن تراسلوهم من خلال رسائل الصفحه. هحط لكم برضو رابط الصفحه في التعليقات على اي منصه من المنصات اللي احنا بننزل عليها. وبكده يكون خلص الفيديو. عايزه لايك كتير وشير كتير للفيديو، ادعموا الفيديو باللايكات. وبكده تكون خلص الفيديو. لو الفيديو عجبك وحابه تفيدي حبايبك واصحابك وقرايبك، اعملي لايك واعملي شير للفيديو. ولو انت مش مشتركه واول مره تشوفيني، اعملي اشتراك، فعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، والقاكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.